بعد لقاء الكبار والقمة التي انتظرها الجميع بين القوة الجوية والشرطة في كأس العراق، والتي انتهت بفوز الصقور، ربما يراها جمهور الأزرق نتيجة إيجابية، لكنها لا تطمئن القلوب، فمباريات الدوري تختلف كثيرا ولا تعترف بلغة القلوب، بل تؤمن بلغة الأهداف فقط. وعلى هذا المنطلق يواجه الصقور النفط سعيا لخطف الصدارة والاستمرار بهذا الأداء الرائع. لقاء الفريقين في المرحلة الأولى لا يلبي الطموح، تعادل سلبي غابت عنه الأهداف فغابت المتعة، لكن هذه المرة تختلف كثيرا، فالأزرق يطمح لمواصلة النتائج المميزة والاقتراب أكثر من الصدارة، بينما النفط يسعى للابتعاد عن شبح الهبوط، وهو يعي تماما خطر مواجهة الصقور القادمة من فوز كبير على الديوانية في الجولة الماضية. عودة جماهير الأزرق يعني عودة الحياة، فحضورها في المباريات يعطي رونقا خاصا، فمن جديد ستتزين مدرجات ملعب الشعب الدولي بلون السماء وبسماع الهتافات وعزف الألحان، هذا ما سيعطي للقوة الجوية دفعة معنوية في مواصلة الانتصارات.